في نفس اليوم عزمتني لبيتها وانا رحت يعني. هو كان تسرع مني ولكن انا رحت لانه البنت حبيتها. قلت لها ما هو دين، وقالت لي انني ملحده اصلا. فلما عزمتني لبيتها اول شيء عملت لي الباستا الايطاليه، فبتسالني مثلا هو يطبخوا بالشراب، فهي عارفه انه انا مسلمه. قلت لها اول شيء اي شيء كنت تستخدميه لطبخك ما تطيبيليش به. اصلا كنت واقفه معاها في المطبخ، فهي تطبخ لحالها واستخدم مثلا هذيك اللي نحركوا بها وحدها، وانا واقفه عندها وتطيب لي وحدي وتحرك لي وتضحك، ما عندها ولا مشكله. وبعدين عملت اللحم المفروم. فانا قلت لها انا كمسلمه، انا شرح لها انا كمسلمه لا اكل اللحم المفروم لانه ليس حلالا. فشرحت لها الوضع، قالت لي روح نخرج نشري لك اللحم من محلات الحلال ونجي. وسالتني عن الدين تاعي، شرحت علاش ربي فرض الحجاب وما الى ذلك، وبقينا متواصلين وما شاء الله البنت روعه. الى ان اتفاجأ واحد اليوم عاود تلاقيت معها في المقهى، هي بنت ما شاء الله، قالت لي كانت جايه من طبيب نفساني هذاك اليوم، قالت لي